قررنا فجأة واحنا قاعدين الساعة 12 بالليل ما يلا نطلع اسكندرية دلوقتي، وفكرة انك معاك عربية شبابية ده يخليك تعمل اي حاجة مجنونة. فولنا بنزين والعربية اديتنا تمشي مدى 658 كيلو، معانا عزم 185 حصان و300 نيوتن، وفتيس دي 60 نقلاته سريعة وعربية عايزة تجري. فيلا بينا. جبناها على سبورت مود، الإضاءة المحيطة كلها بقت حمراء وصوت الشكمان بيعلى وكلنا مستمتعين. العربية ثابتة جدا على السرعات العالية وتشجعك تجري أكتر، بس أنت لازم تسيطر على نفسك معاها وتلتزم بسرعة الطريق. مهم يبقى معاك نور قوي لو هتسافر بالليل على طريق اسكندرية، واليوني في أنوارها فول LED كان كافي جدا إنه يكشف لنا الطريق كله قدامنا. ولقينا نفسنا قدام بوابات اسكندرية، ما حسيناش بالطريق. العربية دي كراسيها مريحة جدا، ولكن الكنبة الخلفية مساحتها ضيقة شوية لو حد طويل. وطلعنا أول حاجة على محرم بيه ورحنا على نفق السعادة. عم أمين أحلى كبدة اسكندراني ممكن تاكلها من عنده. نزلنا بالصينية على كبوت اليوني في ووقفنا ناكل في الشارع قدام الكوبري أبو 3 عيون. خلصنا، بس انتوا عارفين البرد بيجوع، فطلعنا على القلاع. وميزة اليوني في إنها ليفت باك، الشنطة بتفتح مع الإزاز فجاهزة لأي قعدة مع أصحابك. خدنا العربية وطلعنا على بحري عشان نقعد بقى على البحر شوية، نلمس المية، نستنشق اليود بتاع البحر. كنا مستمتعين جدا بالقعده دي. اليوني في كانت عامله جو في اسكندريه، وطلعنا على فهمي نشوف حاجه تدفينا، فجبنا ام علي. وهنا بقى انا كنت خلاص اعتمدت شنطه العربيه. خلصنا خروجتنا وفتحت اللوكيشن راجع على القاهره، وكانت الساعه 5 الفجر تقريبا. فتحنا الستاره بتاعه البانوراما، وهنا انا كان قدامي اجمل منظر للشروق انا شفته في حياتي كلها. سبحان الخالق. هنا كنا خلاص على كوبري تحيا مصر راجعين على شبرا تاني، مع استهلاك بنزين 6 و7 لتر لكل 100 كيلو، واجمل سفريه قضيناها مع اليوني في مش هتتنسي.